أهلا بيك أو بيكي في فيديو جديد على قناتنا English for You. دي الحلقة رقم 15 من سلسلة الترجمة، وطبعا الأفضل إنك تكون جايب فيديوهات السلسلة دي بالترتيب من البداية. علشان كده هتلاقي في أول كومنت اللينك الخاص بقائمة التشغيل الخاصة بالسلسلة دي علشان تقدر تتابعها من الأول بالترتيب. إن حسن استغلال ثرواتنا الطبيعية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. خلينا الأول نطلع الكلمات نترجمها، بعدين نبقى نترجم الجملة. حسن استغلال the good use of the good use of. ثروة يعني resource وجمعها resources، بنضيف بس s في الآخر. الطبيعية يعني لا ثواني، خليني الأول أقول لك إنه الطبيعة معناها nature، يبقى طبيعي معناها natural. سبيل يعني way، وأخدنا قبل كده الصفة مستقر وكان معناها stable لو فاكرها. دلوقتي بقى هناخد الاسم اللي هو الاستقرار نفسه ومعناه stability. قبل ما ناخد الصفة اقتصادي خلينا الأول نعرف يعني ايه الاقتصاد. الاقتصاد معناه بالإنجليزي economy، وأغلبنا عارفين الكلمة دي. والصفة اقتصادي معناها economic. إن حسن استغلال ثرواتنا الطبيعية هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. أول اختيار بيقول The good use to our natural resources is the only way to achieve economic stability. بيقول The good use to our natural resources. ثواني، احنا لسه واخدين من شوية إنه حسن استغلال كذا بنقول The good use of، يبقى هنا حرف الجر to ده غلط. الاختيار التاني بيقول The good use of our natural resources is the only way to achieve economic stability. هنا استعمل the good use of، استعمل حرف الجر of، يبقى الحتة دي صحيحة. بعد كده استعمل كلمة natural. ليه؟ عشان احنا محتاجين هنا adjective، مش ينفع نستعمل كلمة nature. ليه؟ لأن اللي بيصف الاسم هو الصفة، فبالتالي اللي هيصف كلمة resources هيبقى صفة اللي هي كلمة natural. نفس الحوار في كلمة economic stability. يبقى الاختيار التاني اللي عند دلوقتي هو الصح، بس برضو خلونا نكمل الاختيارات التانية. الاختيار التالت بيقول the good use of our nature resources. طبعا كلمة nature مش ينفع تصف الاسم اللي هو كلمة resources، زي ما احنا لسه متفقين من شوية ان اللي بيصف الاسم هي الصفة، فبالتالي الاختيار التالت ده غلط. الاختيار الرابع بيقول the good use of our natural resources is the only way to achieve economy stability. ثواني، برضو نفس الفكرة في الاختيار الرابع هياها نفسها فكرة الاختيار الثالث، وهو انه بيقول economy stability، واحنا اتفقنا انه اللي بيصف الاسم هو الصفة، يبقى المفروض كان يقول economic. يبقى الاختيار ده غلط، والاختيار الصح هو كان الاختيار التاني. The good use of our natural resources is the only way to achieve economic stability. هل تنجح الرياضة في تحقيق السلام العالمي وهذا ما فشلت في تحقيقه الحروب؟ ينجح يعني succeed S-U-C-C-E-E-D succeed، والماضي بتاعه succeeded بمعنى نجح. طيب النجاح نفسه اسمه ايه؟ success S-U-C-C-E-S-S success. والناجح مش هيرفع ايده لأ، والناجح كصفة بنقول عليه successful. يعني لو مثلا عاوز اقول هو ناجح هقول he is successful. يبقى succeed ينجح، والماضي succeeded، النجاح success، ناجح successful. الرياضة يعني sport، وأغلبنا عارف الكلمة دي. السلام أخدناها كذا مرة ومعناها peace، وأخدنا كمان قبل كده الصفة سلمي اللي معناها peaceful. كلمة world
يعني عالم، وممكن كمان تيجي بمعنى عالمي. يفشل يعني fail، والماضي هو failed. وفي كلمة اسمها failure، ودي بتطلق على حاجتين: الفشل ذات نفسه كشيء، وفي الحالة دي failure اسم، أو بتطلق كلمة failure على الشخص الفاشل نفسه، وفي الحالة دي failure برضو اسم مش صفة. يعني أنا لو عاوز أقول هو فاشل هقول he is a failure. خد بالك من الأداة a دي بتسبق الاسم، ما قلناش he is failure. ليه؟ لأن failure هنا اسم مش صفة، فحطينا الأداة a. حرب يعني war، والجمع wars يعني حروب. هل تنجح الرياضة في تحقيق السلام العالمي وهذا ما فشلت في تحقيقه الحروب؟ Can sport succeed for achieving world peace and this is what war failed to achieve؟ ينجح في اسمها succeed in مش succeed for، و succeed in بيأتي بعدها الverb مضاف ل ing أو الnoun، يبقى الاختيار الأول غلط عشان هو بيقول for وهي المفروض in. Can sport succeed in achieving world peaceful and this is what war failed to achieve؟ السلام يعني peace، بينما الادجكتيف منها هي كلمة peaceful، فاحنا هنا عايزين النون، فبالتالي الاختيار التاني غلط. Can sport succeed in achieving world peace and this is what war success to achieve؟ يفشل يعني fail، والماضي منها كلمة failed، بينما success دي اللي هي النجاح، يبقى الاختيار التالت غلط. Can sport succeed in achieving world peace and this is what war failed to achieve؟ هنا بيقول succeed in، يبقى الحتة دي صح، وجايب بعدها الverb مضاف ل ing، يبقى برضو الحتة دي صح، وقال peace مش peaceful، يبقى الاختيار الرابع هو الاختيار الصحيح. Can sport succeed in achieving world peace and this is what war failed to achieve؟